السلام حبات الغاليات على قلبي، نتمنى تكونوا بخير. اخي تشوف الفيديو نتاعي لاول مره بسجل دير لايك من تحت الفيديو، اشترك في القناه وفعل الجرس باش اي فيديو يتحط في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. نبداو على بركه الله. كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم حبيت راح نشارك معكم صابلي سهل وبنين بطريقه سهله ويجي ذوق تاعو بنين بدون جلوتين. هذا فيديو لاول مره راح ندير معكم وصفه بدون جلوتين في القناه نتاعي. اما الناس اللي راهي تتابعني في الانستغرام فراني شاركت معكم عده وصفات بدون جلوتين في الانستغرام. اللي مش مشتركه معي في الانستغرام تروح تشترك معايا وتشوف الوصفات. كما قلت لكم هذه اول وصفه درتها معكم في القناه بدون جلوتين، هي صابلي. هذا الصابلي سهل وصحي وكامل تقدروا تاكلوه، وخاصه الناس اللي مرض السيلياك ربي يشافيهم. هذا الصابلي صالح لهم، يعني يقدروا ياكلوه وهما مرتاحين، باسكو المكونات اللي راح نستعملهم كامل بدون جلوتين. هاو لكم انا هنا درت زوج اشكال، نتوما ديروا اي شكل يكون متوفر عندكم، ودرتو بذوق تاع الكرطوس، وجزء راني درت له سكر كلاصي وجزء خليته بلا سكر كلاصي. وانتم احرار في التزيين واحرار في الشكل. كل وحده دير الشكل اللي متوفر عندها، وكل وحده دير الذوق اللي تحبوا. انا هنا في الحشو درت الكرطوس، المربى تاع الكرطوس كذلك استعملته بدون جلوتين لو تشوفوه في الفيديو. هاوليكم من الصوره تكون واضحه. هنا حنقسم معكم حبه باش تشوفوا بلي راه طري وهشوش. هاوليكم راهي تفرتت. خليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. هنا نبداو على بسم الله. نوريكم المكونات اللي حنستعملهم في الصابلي هذا تاعنا. كما قلت لكم هذا صابلي بدون جلوتين وطريقه تاعو سهله وبينه. هذا الصابلي كما قلت لكم راه صحي، والناس اللي دايرين حميه يقدروا ياكلوه، الناس اللي يحبوا ياكلوا الاكل الصحي يقدروا ياكلوه، والناس اللي مرض بالسيلياك ربي يشافيهم ثاني يقدروا ياكلوه. يعني عطيت لكم الناس ومام يعني عاديين يقدروا ياكلوه عادي، باسكو راه صحي، راه خالي برك من الجلوتين. نروح نشوف المكونات اللي نحتاجهم فيه. عندي هنا 250 غرام تاع مارغرين. بالنسبه للناس اللي عندهم السيلياك يديروا صول ولا لابيل، انا هنا استعملت صول. نحتاج 125 غرام تاع سكر كلاصي. هنا سكر كلاصي تاعي كذلك راه بدون جلوتين، انا هنا استعملت سكر تاع المرجان. نحتاج فنجان تاع زيت، نحتاج 3 حبات تاع بيض، نحتاج مغرفه صغيره من خميره تاع الحلوى، هذه نواره راهي بدون جلوتين، ونحتاج فاني. انا نستعمل هذه تاع الوجدان، والله استعملوا اللي ما لقاتش لا فاني، اي كان فاني بدون جلوتين في لي بواط. اللي ما عندهاش تقدر دير الفلون، اللي ما عندهاش الفاني هذه وما عندهاش الفاني تاع لي بو تاع لي بواط هذيك تقدر دير فلون في بلاصه الفاني، بصح يكون فلون بدون جلوتين باش تنكه به. ما لقيتش خلاص تقدر يعني تستغنى على لافاني. ونستعمل هنا انا عندي هذه الفارينه متعدده الاستعمالات، فارينه بدون جلوتين. هذيكم انا استعملت هذه ريجينات عندها ميكست. هاي لكم نتمنى الصوره تكون واضحه. عندهم عده انواع، انا هذه اللي راهي متوفره عندي حاليا وكنت يعني درت بها من قبل وعجبتني. اليوم راح نزيد نعاود صابلي. الناس اللي راهي تتابعني في الانستغرام راهي تشوف الوصفات تاع الصابلي اللي كنت حطيتهم من قبل بدون جلوتين. اللي مش متابعتني تروح تابعني، باسكو كاين وصفات مانيش حاطتهم هنا. هذه اول وصفه لي معاكم بدون جلوتين في القناه. اما في الانستغرام راني حاطه عده وصفات، روحوا لثما برك وشوفوهم. لو كنتم مهتمين بزاف هذو الوصفات تاع سون جلوتين قولوا لي في التعليقات ونشارك معكم، سواء من مملحات ولا من الكاطو ولا من الاكل. يعني واش حبيتوا الوصفه اللي حبيتوها خلوا لي برك في التعليقات ونشاركها معكم، خاصه الناس اللي كما قلت لكم ياكلوا بدون جلوتين ولا الناس اللي عندهم السيلياك. نرجعوا للمقادير تاعنا. انا هنا عندي 250 غرام تاع مارغرين، راح نضيف عليها 125 سكر كلاصي، ونضيف عليهم فنجان تاع زيت، ونخلط المكونات جيدا ونرجع لكم باش نكملوا مع بعض.
ها لكم انا بعد ما خلطت المكونات كامل، انا استعملت الخلاط الكهربائي. ثم تحبوا تستعملوا الخلاط الكهربائي ولا الفوي ولا بيديكم عادي. انا بما انني نخدم في حاجه اخرى ما بقيتش نستعمل اليد نتاعي حاليا. تنكمل الحاجه اللي راني نخدم معكم منها ونخدم في حاجه اخرى من هي. دوكا هنا بعد ما خلطت المكونات الماغارين والسكر والزيت راح نضيف حبات البيض في 3 مع بعض. هاكم انا ضفت حبات البيض في 3 مع بعض وراح نعاود نخلط. هنا قبل ما نبدا نخلط راح نضيف كاس تاع الفانيلا. وعطيت لكم البدائل، قلت لكم هذه الناس اللي تعاني يعني مرض بالسياك، هذه راهي بدون جلوتين يعني يقدروا يستعملوها عادي. هذه تاع المرجان هاليكم، والله كاينه في لي بواط تلقاها مكتوب فيها هذيك العلامه تاع بدون جلوتين. نوريها لكم هنا في الخميره نورمالمون راهي كاينه. واش تبان ولا ما تبانش هذا الكيس؟ المهم هذه نواره راهي بدون جلوتين. المهم تلقاو علامه تاع بدون جلوتين. واللي ما عندهاش خلاص وعندها الفلون بدون جلوتين دير، ما عندهاش خلاص لا فلون لا فاني هذه لا الفاني الاخرى تستغنى عليها تماما. انا دوك نخلط المكونات ونرجع لكم. هنا هاليكم بعد ما خلطت البيض مع المكونات اللي كانت مع بعض. هاليكم هنا راح نبدا نضيف في الفرينه بالتدريج ونضيف نصف مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات. هنا الفرينه تاعكم حاولوا انكم تغربلوها. راهي كاين عده انواع من هذه الفرينه اللي بدون جلوتين. انا هنا قلت لكم راني استعملت هذه ريجينات ميكس متعدده الاستعمالات، يعني ديروا بها الخبز، ديروا بها المملحات، ديروا بها البيتزا، ديروا بها الكاطو. ونضيف مغرفه صغيره، نص مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات ونبدا نجمع. هنا انا راح نستعمل اليد نتاعي. دوكا نخلط المكونات غير الاطراف تاع الاصابع. دائما نقول لكم الصابلي ما يتعجنش، يتلام غير اطراف الاصابع. ونبقى نضيف بالفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. انا دوك نكمل الليمو نتحصل على عجينه تكون طريه ونوريكم القوام نتاعها. ها لكم العجينه اللي تحصلت عليها. انا الصوره تكون واضحه، ندير لكم باليد اللي ما كنتش نستعمل فيها باش تشوفوا القوام. ها لكم القوام اللي تحصلت عليه. يمكنكم ما تعجنوهاش، غير تليموها باطراف الاصابع. انا دوك نخليها ترتاح مده 10 دقائق. هذا هو اللم حالتي. ونجيب نيلو ونجيب الحلاله تاعي ونجيب الطابع باش نبدا نطبع فيها ونطيبها. انا دوك نغلفها ونخليها 10 دقائق ترتاح ونرجعوا باش نكملوها مع بعض. هاليكم هنا انا بعد ما رتحت العجينه تاعي مده 10 دقائق قسمت جزء منها وجبت كيس بلاستيكي حليته حطيت فيها كميه من العجين ونحطها نغلفها من فوق ونجيب الحلاله نتاعي ونبدا نحل فيها كما نحلو الصابلي العادي نورمال. انا دوك نبدا نحلل فيها ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا مع بعض. هنا انا بعد ما حليت العجينه تاعي راح نجيب المول. جيبوا اي مول كان متوفر عندكم، انا حنستعمل هذا عادي. نتوما الشكل اللي بغيتو ديروه اي مول كان متوفر عندكم تقدروا تطبقوا به عادي. نبدا نقطع انا في الحلوى نتاعي. هنا لا شفتوا المول تاعكم يصير طبعا ديروه في الفرينه دائما بدون جلوتين. انا موالفه نغطسو في الفرينه. اليوم طول بديت هاكم. انا جزء راح نديرو هكذا وجزء راح نديرو على الجهه الثانيه باش نتحصل على النصف يكون مفتوح يعني مخروق. شكون حندير المربع هاكم. انا نكمل نطبع الحبات تاعي كامل بنفس الطريقه، مره هكذا مره هكذا باش وديروا حسابكم. يعني مره اخدموها بشكل عادي
ومره ثانيه الا كنتو حديروه بالشكل كيما حنديرو انا يكون مخروق في الوسط، سما عجينه دوزيام ديروها تكون مخروقه باش طيبوه في نفس الوقت باش تنتم يطيبوا لكم الحبات مع بعض. ما كومش حنديروا الطابع تاعكم ما فيهش هذيك الشكل يكون في الوسط مخروق، ديروا اي مول يكون متوفر عندكم، يعني طول تطبعوا العجينه تاعكم كما قلت لكم. كان المول تاعكم يلزق ديروه في الفارينه، ودائما استعملوا فارينه بدون جلوتين، باسكو هنا رانا هذه الوصفه تاعنا راهي بدون جلوتين. انا نكمل نقطع الحبات تاعي كامل وندخلهم يطيبوا، بعد ما يطيبوا نرجعوا نكملوا مع بعض. هنا هايليكم انا الحلوه نتاعي طابت وحطيتها على جانب، ها كيفاش جات من راسكم واضحه. هايليكم هنا راني درت زوج اشكال، درت هذا الشكل تاع المثلث ودرت الشكل الاول كنت نطبع فيه معاكم. هايليكم هذا الشكل الاول اللي طبعته معكم، ومن بعد وليت العجينه النصف الثاني درتو شكل مثلث، ما درت زوج اشكال. ثم تحبوا ديروا شكل واحد تحبوا ديروا عده اشكال لكم الاختيار. انا هنا حبيت ندير شكل تاع الورده وشكل تاع المثلث، ديروا باي مول كان متوفر عندكم. هنا للامانه انا نحسب الهاتف تاعي راه يصور وما كانش يصور. انا كاين كميه من الكاطو درت لها السكر الجزء العلوي بهذه الطريقه، درت له السكر. انا كان نحسب الهاتف تاعي راه يصور وما كانش يصور. جبت سكر كلاصي توجور بدون جلوتين تاع المرجان، باسكو الوصفه تاعنا راهي بدون جلوتين. وحكمت صفايه ورشيت هذاك السكر على الحبات كما راكم تلاحظوا، باش نديرو زوج، واحد يكون عادي هكذا بدون سكر ونص راح ندير له هكذا السكر. والحشو تاعو انا راح نحشيه بهذا معجون تاع المشمش كذلك بدون جلوتين. ثم ديروا اي مربى يكون متوفر عندكم يكون بدون جلوتين، حتى ولا كان متوفر عندكم تاع اللي تخدموه في المنزل، سواء تاع الكرطوس ولا تاع الانجاز ولا تاع الفراوله تاع المشماش. انا هذوك راهم خلاصولي وليت شريت هذا. المهم تلقاو فيه العلامه بدون جلوتين، وفيه عده انواع. المهم تلقاو فيه بدون جلوتين باش يكون ناجح مع الوصفه. الوصفه تاعنا راهي بدون جلوتين. ها لكم كيفاش جاي من الداخل. ثم ديروا اي ذوق تحبوه. انا هنا فضلت ندير تاع الكرموس، عندي تاع المشماش وعندي تاع الفراوله، حبيت ندير تاع الكرموس. ها عفوا تاع الكرطوس. ها انا دوك نبدا ندير في الحبات تاوعي بهذه الطريقه. تحبوا كذلك ديروا زبده الفول السوداني، شرط ان تكون بدون جلوتين، اي كاين زبده الفول السوداني بدون جلوتين. تحبوا ديروا شوكولا الطالع وتحشوا بها، راهي اوبتيلا هي اللي بدون جلوتين. تقدروا ديروا كرانشي تاع المرجان باي ذوق تحبوه تقدروا ديروا به. هذا راجع لكم الاذواق واش كان متوفر عندكم ديروا. انا هنا راح ندير معكم الحبه الاولى هاي بهذه الطريقه. في الوسط نزيد له كميه من المعجون. دوك نكمل الحبه تاعي كامل بنفس الطريقه، الجزء اللي درت له سكر كلاصي والجزء اللي ما درتلوش، ومن بعد نوريكم شكله النهائي صحن التقديم. هنا هاوليكم الشكل النهائي تاع الحلوه نتاعي. كما قلت لكم درت زوج اشكال، نتوما لكم اختيار ديروا اي شكل حبيتوه، مش الشكل اللي درتو انا ما تقيدوش به. وعطيتكم يعني التزيين اختياري، عطيتكم زوج طرق. نتوما حبيتو تخلوه هكذا، تحبوا ديروا له سكر كلاصي كما درت له انا، انتم احرار. والذوق يبقى اختياري للحشو كما قلت لكم. تحبوا ديروا كما انا درت تاع الكرطوس، تحبوا ديروا تاع المشماش، تحبوا ديروا تاع الفراوله، تاع الانجاز، تاع التفاح، اي فاكهه كانت خادمينها مربى تقدروا تستعملوه عادي، خاصه الناس اللي ياكلوا بدون غلوتين ولا الناس اللي عندهم مرض السيلياك. حاولوا انكم المربى تصنعوه في المنزل. اذا كان مش متوفر عندكم اني وريت لكم هذا الماركه بدون جلوتين، ماشي اشهار يعني للناس اللي ما هيش ما تخدمش المربى في المنزل. انا خلاص لي تاع المشماش، خلاص لي تاع الفراوله، وليت شريت هذا وشريت 3 اذواق، شريت تاع الفراوله تاع الكرطوس وتاع المشماش، 3 انواع 3 اذواق. وانتم احرى باش حبيتو تحشيو. قلت لكم عطيتكم ثاني حبيتو بالشوكولا تارتيني
اوبتيلا هي اللي راهي بدون جلوتين. تحبوا بكرانشي راه في عده اذواق تاع المرجان، راه كذلك بدون جلوتين. تحبوا بزبده الفول السوداني وكذلك راهي كاينه متوفره لي بدون جلوتين، باش تحافظوا على الحلوى تاعكم بدون جلوتين ويقدروا ياكلوها الناس اللي مرض بالسيلياك. نرجعوا للحلوى تاعنا كما قلتلكم، ها الشكل تاعها هاي لكم. نتمنى الصوره تكون واضحه. هذا الشكل الاول، ما درتلوش السكر، يعني درت له برك المربى ولزقته مع بعض. وهنا هاني لزقت زوج مع بعض ودرت لهم سكر كلاصي من الفوق. ها لكم. يبقى التزيين اختياري، باش حبيتو تزينوا تزينوا، صبوا حتى ما ديروش كيما درت انا. يعني الطابع تاعكم يكون سامبل، ما فيهش هذا الثقب في الوسط، عادي يعني يكون الطابع تاعكم عادي. تقدروا حتى تستعملوا في المول تاع السيليكون اللي ما تحبش تطبع، تقدر دير مول تاع السيليكون، اي مول تاع سيليكون يكون متوفر عندها وتخدم به عادي. نتمنى انكم تجربوا الحلوى هذه. وكما قلت لكم هذه اول حلوى درتها معكم بدون جلوتين. اذا كنتم مهتمين بهذه الوصفات بدون جلوتين خلوا لي في التعليقات ونشاركهم معكم بكل فرح وسرور. نتمنى انكم تجربوا الوصفه هذه وتعطوني ارائكم عليها. حتى اللي ما مش مرض بالسيلياك ولا عادي ما مش حابين يتبعوا حميه، يقدروا يخدموها عادي وياكلوه، راه صحي. هذا راه حلوى الصابلي صحي كما قلت لكم، للناس اللي حابين يديروا حميه، للناس اللي محبوش ياكلوا يحبوا ياكلوا حوايج بدون جلوتين، والله اللي عندهم مرض السيلياك ياكلوه وربي يشافيهم ويعافيهم ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو تاعي اليوم، ان شاء الله يعجبكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاعي اليوم ما تنساوش ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تعملوا فائده. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.